الحملة المكبرة للقوات المسلحة والشرطة المدنية لمجابهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. خلال الأيام القليلة الماضية نفذت القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية حملة أمنية موسعة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بالقرب من طريق مرسى علم إدفو وفي نطاق محافظة البحر الأحمر داخل الحدود المصرية. البداية: تجمعات لعناصر مصرية من ذوي السوابق الإجرامية وأجانب تسللوا للبلاد بطريقة غير شرعية، والهدف القيام بممارسة أنشطة غير مشروعة من بينها التنقيب عن خام الذهب، لكن الحقيقة أن ما حدث لم يكن مجرد مخالفة تنقيب عشوائية، بل هي تحركات لعناصر إجرامية كشبكات منظمة تمتلك معدات وطواحين ووسائل دعم لوجستي. والأخطر أن تلك الشبكات تحولت إلى مصدر تهديد للأمن القومي المصري وليس مجرد الاستيلاء على الموارد الاقتصادية للدولة. وخلال الفترة الأخيرة نشبت نزاعات مسلحة بين هذه العناصر على مناطق النفوذ والتنقيب والتهريب أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، في مؤشر واضح على أن القضية تحولت إلى جريمة منظمة عابرة للحدود مرتبطة بتهريب السلاح والمخدرات والصراع للاستيلاء على ثروات الدولة. وأصبحت هذه العصابات مصدر ترهيب للعاملين بالشركات الأجنبية والمصرية العاملة في مجال التنقيب بالمنطقة، محاولين بذلك كسر هيبة الدولة المصرية. ولكن هيبة الدولة تحميها الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، مدعومة بقدرات القوات المسلحة المصرية وجهود الشرطة لفرض سيادة القانون. ومن ثم تم التعامل مع هذه العناصر بأماكن تجمعها داخل حدود الدولة المصرية، وأسفرت الحملات عن القبض على عدد من القائمين على هذه الأنشطة غير المشروعة، وكذا تدمير الطواحين والمعدات المستخدمة في تلك الأعمال. ويتم الآن التعامل مع المقبوض عليهم في إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتقديم كافة أنواع الاحتياجات الإنسانية والطبية واللوجستية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى دولهم. ولازم تكونوا واثقين في الله وفي نفسكم، لأن احنا لا بنظلم ولا بنفتري ولا بنتآمر ولا بنخون، احنا بنتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. وهنا تؤكد القوات المسلحة المصرية أن الحملة تعد بمثابة رسالة بأن حماية الحدود المصرية لا تنفصل عن حماية الثروات الطبيعية وتأمين الاستثمارات والحفاظ على مقدرات الدولة. وستواصل أجهزة الدولة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك التعديات وتكثيف منابعها ترسيخاً لسيادة القانون وحفاظاً على الثروات الوطنية باعتبارها حقاً أصيلاً للشعب المصري وأحد ركائز التنمية المستقبلية.